جزائري مات مقتول بعد ما تعرض للضرب من طرف 26 مواطن تونسي. هذا الشيء اللي قاعدين ينشروا فيه برشا صفحات جزائرية، وكالعادة نازلين سب في تونس وشتم في الشعب التونسي وسكر الحدود وهات من هاك اللو. هات نسمعوا واحد من الحاضرين شنو باش يحكي لنا، وهو كان حاضر على الحادثة وباش يحكي التفاصيل الكل. نسمعوه وبعد نرجع لكم. ولد الراجل اللي توفى عمره في العشرينات يدور في المرشي، جا النصبة متاع حوت فيها كعبة سومو محطوطة مزين يبيعها، محطوطة يبيع فيها الراجل ميكسبوزا. جا الولد هذا ينزل عليه هكا بصوابعه، ينزل عليه بصوبعه ينقب فيها نقولوا نحن. غزل الحوات هو كبير في العمر، الحوات اللي صارت معه المشكلة عمره في 59-60 سنة. فهمني؟ قال له علاش هكاك تفسد فيها؟ ما قل لي يعني شنو تحب نفسر لك. شحال فيه الولد الجزيري؟ خرج له الحوات يحكي معاه وبشي بعض وعن نصبه برا خويا يرحم والديك خلينا نخدموا الرواح. اما لك الولد الجزيري ضربه بمشطة في فماته وضربه حاصله، نقزت الحواتة حزوهم. خرج الولد الجزيري من المرشي عاود رجع هو وبوه. كي رجع هو وبوه صارت الشوشرة، وبوه اللي توفى ذاك الرجل اللي توفى ضرب حوات بكف وقلبوا الحوت وحصلوا وعملوا شوشرة كبيرة. بطبيعتهم ما قعدوش يتفرجوا معناها، نقزوا يحزوا يبعدوا فيها مع نصب اللي يكسروا فيها. هيك عمل لك قام خرج مشى للمنطقة. كي مشى للمنطقة مشى يشكي في وسط المنطقة، عمل له ريكاردياك، طلبوا له الحماية، عملوا له سيكوريزم اللازم وهزوه للسبيطار. كي وصل للسبيطار وصل الميت عمل ريكاردياك، لا ضربوه قتلوه ولا حتى شيء. وراه لا 26 ولا 30 كيما مهبط البواجات. الحكاية وما فيها وقفوا 6 من الناس و3 خلاهم في حالة تقديم، فهمني؟ و6 من الناس تعرضوا على حاكم التحقيق. بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي اكتشف اللي هو توفى بسكتة قلبية، مش عن جراء الضرب ولا عن جراء العركة. فهمتني خويا؟ وتوا بعد الكلام اللي كنتوا تسمعوا فيه، هذه شهادة متاع واحد من اللي حاضرين على الحادث، فسر لكم فيها وحكى لكم كل شيء. يعني ما فماش منها حكاية 26 دايرين في رجل كبير ضربوه مات تحت الضرب يعني قتلوه. فماش منها الحكاية جملة زاد كما ينشروا فيها برشا صفحات جزائرية. المشكل وين اللي صفحات كبيرة وفيها حتى صفحات إعلامية قاعدين ينشروا، وفئة كبيرة من الشعب الجزائري بنسبة كبيرة قاعدين يسبوا في التوانسة وشابعين فينا السب، نازلين فينا السب وفي الشعب التونسي كلك، وسكر الحدود وهات من هاك الليو. يا معلم شنو حكايتكم انتم والليبية كل وين تصير مشكلة سكر الحدود سكر الحدود؟ يا اخي عاملين علينا مزية يا معلم. راهو اذا كان فما شكون باش يتضرر في تسكيرة الحدود، اذا كان فما شكون باش يتضرر راهو انتوما. راهو اجا نفسر لك حاجة، اجا للسبيطارات نتاع تونس واجا للكلينيك في تونس لهنا وشوفوا المرضى مبلع، السبيطارات معبيه بالجزيريه وبالليبيه، الكلينيك نفس الحكايه مبلعين جزيريه ليبيه، تمشي باش تعدي ما تبقاش بلاستيك معاهم. راهو بالرسمي اذا كان فما شكون باش يتضرر في الحكايه راكم انتوما، راكم انتوما. راهو احنا عندنا الاكتفاء الذاتي الحمد لله يا ربي من كل شيء، راهو نجموا نتعاملوا مع اي دوله اخرى تحب عليها انت، اما انتوما اقرب دوله ليكم تونس. يعني اللي يوجعوا راسي يقول اي راسي يعمل هكا ينقز يجي في تونس يعالج ويروح لاباس عليه وما عندناش مزيد. اما شنو هي الحكايه ذي باش تدلونا كل مره وين تصير مشكله وين تصير حكايه تركبوا على حدث وتكبروها وتردوها؟ معناتها اخرهم هذا الراجل مات بجلطه ردوه ومات تحت الضرب وما يا معلم في تونس في تونس راهي ماهيش كولومبيا، راهي ماهيش دارفور لهنا باش العباد نقتلوا في العباد في الشوارع احنا واحد. يا اخي شبيكم لاباس؟ شنو هي الحكايه ذي؟ كل مره طالعين لنا سكر الحدود سكر الحدود، يسكرها الحدود خلينا نشوف شكون باش يتضرر فيها الحكايه. يا شنو اخي في ساعه نساو انتوما؟ نسيتوا اللي صار في جانفي 2019 وقت اللي الشاب تونسي عمره 33 سنة مشى يصطاد مع صحابه في تبرقة، تقصف وتقتل بدم بارد من طرف الدرك الجزائري. قال شنو الفلوكة متاعه تعدات المياه الإقليمية، ضربوه بالكرتوش 33 سنة قصفوا له عمره. ما شفتوهاش هذه؟ ما شفتوش المواطن التونسي اللي تقتل في عنابة ومرته بجنبه؟ لا اكيد حتى ليه ما شفتوهاش. اخرهم المواطن التونسي اللي في فرنسا اللي تحاموا فيه 20 جزائري في باريس
ومن بعد كلموا له البوليس بتاع فرنسا وحرضوهم باش يقتلوه. لا ويصفقوا البوليس الفرنساوي معناتها يصفقوا له برافو 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 خاطر قتل جارك قتل مسلم كيف ويتفرجوا بكل برود الدم ما همش لنا. ايش عملنا احنا؟ سبينا بلاد كامله، حرضنا على بلاد كامله، طلبنا بغلق الحدود. احنا ما نحبوش الفتنه خاطر نعرفوا اللي الجرائم موجوده في كل بلاصه والخمج موجود في كل بلاصه والناس الكل تغلط، واللي يلزم يتقال بوضوح. اي واحد يدخل اي بلاد يلزم يحترمها، يحترم شعبها ويحترم قانونها. هذا كلام لا فيه لا عنصريه ولا تبرير للعنف. واذا ساير اعتداء واذا فما جريمه راهو القضاء التونسي موجود والمجرم يتحاسب سواء كان تونسي ولا غيره. اما اللي قاعد نشوف فيه انا توا هو اول حاجه تحريض وعباد قاعده تعمل في الفتنه وناس قاعده تركب على الحدث وقاعدين تحرضوا ضد بلاد كامله واستغلال قدر الرضا. المره الجايه قبل ما تحل فمك وتحكي في حاجه لازم تتاكد من الخبر وتاخذ المعلومه صحيحه قبل ما تدخل تسب في بلاد وسكر الحدود. شادين علينا السمير تطيح سكر الحدود ضربه اثنين كل مره يطلع لك واحد سكر الحدود يسكرها الحدود مالا راح. خلينا نشوف شكون اللي يخسر في الاخر. وتحيا تونس فقط.